الكاف يفرض عقابات غير مسبوقة على الاتحاد السنغالي وعلى المغرب بعد الاجتماع الذي حصل اليوم بتاريخ 27 جانفي. شنو هي الحكاية؟ تبع الفيديو للآخر باش نلخص لك أهم ما جاء اليوم في الاجتماع. عارفك عييت من هذا الكاف وكأس افريقيا. شوف بالمختصر، الاتحاد السنغالي متهم المغرب بسوء التنظيم الأمني، شغب جماهيري واتهامات خطيرة أبرزها التسمم، الاتساخ وفساد تحكيمي. فوزي لقجة رشوة. من جهة أخرى المغرب تتهم الاتحاد السنغالي بالاحتجاجات ومحاولة الانسحاب من الملعب. أنا ما نحبش نخوفكم، لكن تم تأجيل الجلسة نظرا إلى أن الاتهامات الموجهة للمغرب اتهامات خطيرة جدا. أسمع، الملف المغربي يحتوي على بند التسمم والاتساخ وبند الرشوة. هذه اتهامات جنائية ورياضية ثقيلة جدا، إذا ثبتت قد تؤدي إلى عقوبات تاريخية، وإن لم تثبت قد يواجه الطرف المشتكي عقوبات بتهمة التشهير. اوكي، شنو صار تكتيك التأجيل. طلب الاتحاد المغربي تأجيل الجلسة لتحذير الدفاع، يشير إلى أن العقوبات المقترحة أوليا من الكاف كانت قاسية، مما استدعى استنفارا قانونيا. خلاص نأجلوا، نحضروا الدفاعات متاعنا ونرجعوا للجلسة من جديد. شوف أنا حسب ما نشوف قضايا اختيرة برشا متاع المغرب أكثر من قضايا متاع السنغال. قضايا متاع السنغال إيقاف مدرب مباريات، غرامة مالية، يمكن إيقاف بعض اللاعيبة، يمكن إيقاف الجمهور حضور كم مباراة. لكن الاتهامات المسلطة على المغرب اتهامات خطيرة جدا، قد تحريمها من تنظيم كأس العالم 2030. والسؤال هنا، هل ترى أن هذه الاتهامات مبالغ فيها ضد المغرب؟ اكتبونا في التعليقات.